من قنوات وحاجات احنا زعناها، وفي الاخر شفنا انفراد جديد من ناحية جمهور النادي الاهلي، والمباراة بتتلعب والامن واقف. ايه اللي حصل من بعض جماهير الاهلي والبوابات فتحت ازاي، وما جمهور المصري راح ناحيتهم، واول ما راحوا ناحيتهم الفيديو اتقفل. هنشوف الفيديو الجديد، يمكن ينفع الناس، يمكن المشاهدين يفهموا حاجة. نروح للفيديو الانفراد، والاول مرة بتشوفوه اهو، زاوية مختلفة. ادي الامن، ده الماتش شغال زي ما انتم شايفين يا جماعة. معلش هبولي على الشاشة التانية كمان. الماتش شغال، ده قبل وفاة ال 74 بربع ساعة او 10 دقايق. دي في الدقيقة 95 تقريبا، 94 قبل ما عبد الله يجيب الجون الثالث في النادي الاهلي. شوفوا الامن واقف مرصوص اهو. لو الامن ده فضل مرصوص كده وكان جمهور المصري جه على جمهور الاهلي اللي هو ناحيتنا دي، كان الوضع اختلف. بيبان في الفيديو ان بعض من جماهير النادي الاهلي او 2 3 زقوا باب، ومش عارف الباب سهل كده، يعني 2 ممكن يفتحوا الباب. يعني هل هو مقفول بقفل يعني عبيط كده، حاجه هبله يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. اي حد يزق كده يروح فاتح الباب عادي يعني؟ ده المفروض البيبان دي مثلا نقعد مثلا 300 يقعدوا يزقوا عشان حاجه تتفتح يعني، لكن عشان هو بيتفتح لبره فالموضوع سهل. ابتدت بعض جماهير النادي الاهلي تنزل الملعب زي ما انتم شايفين. الامن لسه مش واخد باله اعتقد، يعني واقف مرصوص عشان خلاص الماتش قرب ينتهي. اتفرجوا انتوا على اللي بيحصل وشوفوا انتوا يعني ايه المشهد عامل ازاي، لان بعد كده هيبتدي الامن يتفركش او يجري ورا مجموعه نزلت الملعب. يبتدي الامن ياخد باله فيبتدي يجروا ورا المجموعه اللي نزلت الملعب. بينوا لي كده عشان مش شايف قوي، لسه الامن ما اتحركش. ابتدى يجري عليهم. بصوا يا جماعه، واللعيبه بتلعب في الملعب اهي زي ما انتم شايفين، وابتدوا يحاولوا يطلعوهم، ولكن اما طلعوهم البيبان فضلت مفتوحه يمين وشمال. البيبان فضلت مفتوحه، فمن الواضح ان البيبان كانت سهله ان بعض من جماهير الاهلي تنزل تفتحها. نزلوا حاولوا يرموا شماريخ على بعض رجال الامن. الامن بعد ما كان واقف كوردون اتحرك ناحيتهم. الماتش اتصفر بعديها على طول بدقيقه. في ثانيه جمهور المصري راح من المدرج اللي بعيد ده، بعضهم توجه ناحيه حسام حسن بيهنيه وبتاع، والبعض الاخر توجه ناحيه المدرجات، ابتدى رمي شماريخ، وابتدت البوابات مفتوحه فكله طلع. وطبعا زي ما انتم عارفين اللي حصل. الكلام اللي جاي لي من النيابه ان في 6 اترموا من فوق، 6 اترموا منهم واحده ست، وفي 68 اختناق، ومنهم واحد ايضا كمان اختناق بكوفيه. غير طبعا اللي هو ادي بعد الماتش يا جماعه. بصوا ادي بعد الماتش، والجمهور نزل من يمين وشمال ومن هناك، وابتدت الجماهير تيجي. الامن مفتوح خالص زي ما انتم شايفين اهو. الامن قبليها بدقيقه كان واقف كوردون بالعرض بيمنع وصول الجماهير لجمهور الاهلي. حتى الكراسي بقت فاضيه اهي، فابتدت الكراسي الفاضيه دي بتتاخد وهتترمي على جمهور الاهلي. فبالمقابل جمهور الاهلي ابتدى يرمي شماريخ على اللي جاي عليهم، فبالتالي سبحان الله لقوا البوابات مفتوحه. لان البوابات مفتوحه اوريدي من ساعه ما الجمهور الاهلي نزل في اللي هو قبل نهايه المباراه. بصوا اتفرجوا بعينكم، شوفوا المنظر. وابتدت اهو، بصوا يا جماعه، ابتدى الجمهور جاي لسه كل ده. وجمهور لعيبه الاهلي اعتقد بتجري يعني في الجزء كده من شفتوه لعيبه الاهلي بتجري. الكاميرا عاليه طبعا مش موضحه كل حاجه، بس من الواضح ان اللي جاب لي كمان اول ما ابتدت بقى جمهور تطلع قطع لي، عمل لي كات او قطع لي، ما كملش الفيديو. طبعا ده المنظر، الجمهور كان جاي. دي اعتقد ان شيء انفراد، والاول مره تشوفوه.
قبل دقيقه او دقيقتين من نهايه المباراه في الدقيقه 95 94، قبل دقيقتين 3 من نهايه المباراه، المنظر اللي انتم شفتوه ده والامن كان واقف ازاي اللي حصل، وده بعد نهايه المباراه والجمهور والبيبان مفتوحه ومفيش امن. تعال نروح للسويس وبعض يعني اسر الشهداء وبعض الالتراس في السويس بيقولوا ايه مع فؤاد ابو السته. وكنت بشكر طارق هاشم واشكر ايضا صلاح عقده في اسكندريه وطارق هاشم في بورسعيد، وبشكر ايضا فؤاد ابو السته من السويس. نروح فاصل اعلاني ونستقبل محمد غندر. ايه اللي حصل؟ ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ بعد التقرير والفاصل مع محمد غندر.